للمرة ال 38 الأهلي بيحقق بطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز 2-1. الماتش كان صعب وطويل ووصل لأزيد من 120 دقيقة، واللي فرق بس في نتيجته تفاصيل صغيرة. هو في الشوط الأول كل مدرب كان متحفظ في نص ملعبه، خايف لا يجي فيه جول في أول ربع ساعة. بالنسبة لبيراميدز فباتشيكو كان بيلعب بمهاجم وهمي، أما كولر علشان يفك الاشتباك بتاع نص الملعب خلى بيرسي تاو يدخل مهاجم تاني جنب كهربا، ويطلع محمد هاني الباك اليمين اللي كان بيغطي ورا منه مروان عطية علشان يركز على الجبهة بتاعت حسين الشحات اللي كان بدوره كان بيعمل تدرج بالكوره مع علي معلول في مره، وفي اللعبه التانيه كان بيلعبها كوره طويله في العمق لكهربا او لبيرسي تاو. وكولر ما تصرفش كده غير لما لقى ان نتيجه الالتحامات بتاعت نص الملعب دي اسفرت على ان رامي ربيعه اتصاب. باتشيكو بقى في الناحيه التانيه كان بيعتمد على حاجتين، هي الهجمه المرتده يا اما الكور الثابته. عشان الكوره ليها وجهه نظر كتير، فانا مش هعلق على طريقه ادارته للماتش ده، لان الراجل بادئ الماتش بمهاجم وهمي في حين ان هو اصلا عنده فخر الدين بن يوسف على الدكه. انا قلت في الشوط الثاني ان هو هينزله ويبدا بيه